أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم على إطلاق حملة بنك الطعام الجزائري من طرف جمعية سيدرا، حيث أكد بن براهم أن هذه الحملات من شأنها تعزيز العمل الجواري للجمعيات ودعم الشباب المتطوع في صفوف المجتمع المدني. التغطية كانت لمحفوظ نحناح. اليوم حضورنا مع الشباب والجمعيات هو حضور أولا للتشجيع وللمرافقة وللدعم وللشراكة ولتقديم كل ما من شأنه تيسير هذه العمليات التضامنية خلال شهر رمضان. ركزنا على وجه الخصوص الجمعيات ذات البعد الجواري اللي تشتغل في الأحياء الشعبية في أقصى الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الغرب، واللي عندها امتداد وعلاقة وتعرف الناس ويعرفوا بعضهم البعض. ركزنا على رسالة أولا دعم الشباب المتطوعين داخل صفوف الجمعيات، هذا مهم جدا لانه رانا عايشين شهر تاع القيم تاع الرحمه، لكن لابد من هذا التمرين لاولادنا اللي راهم طلبه اللي راهم في الجمعيات المختلفه باش يلتصقوا بهذا التمرين وتكون عندهم اولا تنشئه وتربيه على هذه القيم، وفي نفس الوقت يقدموا هذه القيمه المضافه اللي يقدمها المجتمع المدني. كما كشف أيضا رئيس جمعية سيدرا فيلاري نسيم أن الهدف من هذه الحملة هو دعم العائلات المحتاجة والمعوزة بطرود غذائية، مشيرا إلى أن الحملة تهدف لبلوغ دعم 1000 عائلة. اليوم رانا نقوم باطلاق الحمله التضامنيه لشهر رمضان اللي اسمها حمله تضامن رمضان باشراف من المرصد الوطني للمجتمع المدني. الهدف تاعها هي اننا نعاونوا العائلات المحتاجه بطرود غذائيه متكونه من مواد غذائيه اساسيه كيما الزيت، السكر، طوماطيش، حميصه، وكل ما يعاون ان شاء الله العائلات الجزائريه المحتاجه في شهر رمضان. معنا ايضا في بنك الطعام الجزائري متطوعين شباب، اكثر من 300 متطوع اللي راهم يشتغلوا باش يعمروا هذه المواد الغذائيه وباش يلحقوها خاصة العائلات المحتاجة. رانا نخدموا إن شاء الله على 1000 عائلة محتاجة، وإن شاء الله الهدف تاعنا إن شاء الله بإذن الله نلحقوا 10,000 عائلة. راح يكون فيه توزيع في كل شهر رمضان إن شاء الله، ونسخا موبيليزي إن شاء الله باش نفرحوا وندخلوا الفرحة إن شاء الله للعائلات المحتاجة خلال هذا الشهر.